السلام عليكم، وحشاني يا جماعة. النهاردة الوصفة بتاعتنا جامدة أوي. تقدروا تقولوا إن بفضل ربنا أكتر واحدة بتعمل كوكيز صح بمقادير مظبوطة هي حبيبة. تعالوا نشوفوا هنعمل الكوكيز ده ازاي. هنعمله بالكراميل والشوكولاتة، مقاديره مظبوطة 100%. اعمليها وانت مغمضة وان شاء الله هتطلع معاكي حلوة قوي وهتعجبك جدا. مش ممكن تتنازلي عن الوصفة دي وصفتي الخاصة اللي بحبها ودايما بطبقها مع طبعا اختلاف النكهات. تعالوا شوفوا هنعمل الكوكيز ازاي، خاصة المدرسة. القرمشة حكاية أكيد سمعتوها، غير خفيف، ريحته جميلة. حقيقة أنا أبدعت اليوم ده. هستخدم عمك زبدة. عايزة أقول لكم إن العجان بتاعي وقف وأنا بعمل الكوكيز مرضيش يشتغل، وأنا كملت العجين على إيدي. كملت اسمه إيه الكوكيز. حطيت فوق الزبدة السكر البني والسكر، بصوا وقف إزاي، وغيرت الحرف وبرضه وقف مرضيش يشتغل. وسكر بني وسكر ابيض والزبده. هضربهم كويس جدا في الخلاط في العجان. انا كنت بقى هشغل العجان مش هاخد مني دقيقه. وهنزل هنا بعمق بيض، استخدمت الحجم الكبير واستخدمت النوع ده من البيض. وهبتدي بقى نزلت بيه بالبيض على الحاجات بتاعتنا، الزبده والسكر، ضربتهم شويه. وبعدين نزلت بالدقيق بالتدريج، هنزل الملح، وبعدين عمك بيكنج باودر. مفيش اسهل من كده خالص حقيقي. اي حد مبتدئ حتى لو بنتك داخله المطبخ واول مره تعمل حاجه هتنجح معاها بمجرد ان هي تحط كل المكونات فوق بعض. هبتدي بقى اشغل ايدي، عجنته بايدي على فكره لاني معرفتش يعني اظبطه كده، فقلت ايدي احسن حاجه عشان يبقى اظبط كل الخليط مع بعض. وهنزل هنا بالفانيليا زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. العجينة حلوة قوي. هوريكي ازاي تعملي عجينة وتبقي استاذة فيها، او تعرفي ازاي عفوا ان الكوكيز بتاعك حلو. عايزة اقول تاني يا جماعة، انا فتحت قناة جديدة تابعوني عليها عشان هبتدي من جديد، الله المستعان. وبشكر كل اللي دخل على القناة وشجعني ودعمني عليها. وطبعا بشكر كل اللي دايما بيشجعني ويدعيلي من قلبه وواقف جنبي على طول في كل قنواتي. بحبكم. هنا استخدمت الكراميل والشوكولاتة. الكراميل حكاية حاجة كده بتطرقع وهو بيتاكل، خطير. وطعم الشوكولاتة الحقيقة انا سمرت لما بحط الاتنين دول مع بعض واروح مقلبهم بشكل مقلبة الخليط كله بالشكل ده، بحيث ان كل الشوكولاتة مع الكراميل ينزل في العجينة بتاعة البسكوت اللي هشتغل عليها. اقوى يعني النوع البسكوت ده يعني تقدري تقولي الناس هنا بتعتمد عليه اعتماد رهيب، للصغيرين وللكبار، ويحبوه جدا مع الحليب. بصوا بكده خلاص جاهز. تقدري تعملي كمية رهيبة بالمقادير اللي انا اديتها لك، تحطيها في الفريزر، تقعد جوه الفريزر شهر واتنين ولا تقلقي لو انت بتشتغلي بقى او كسولة زي حالتي. بس انا ملحقتش اساسا ان انا اخزن حاجة. هنا كنت عايزة استخدم معلقة الايس كريم عشان تديني حجم واحد، بس زي ما قلت لكم انا كسولة استخدمت معلقتين وعملتهم كده، بحيث ان انا اكور العجين واوزعه كله مقاس واحد على قد ما تقدري. خلي كل كوكيز مقاس واحد كده. بيض اخدها من المعلقه دي للمعلقه دي كانه ايس كريم، وهروح موزعها على الصينيه. هسيب سبيس انف او مسافه ما بين البسكوته والتانيه عشان بيفرد. في الوقت ده انا مشغله الفرن على فكره من اول ما ابتديت اعجنه لاني عايزه الفرن يبقى سخن. اول صينيه اخدت مني 12 دقيقه، اخر صينيه اخدت 10 دقايق، وده عشان الفرن خلاص سخن خالص خالص واستوى كله. يعني مجرد ان الفرن يبقى سخن ما بياخدش اكتر من سخن، عايزه اقول يبقى ما بياخدش اكتر من 10 دقايق. بس جاست ان كيس 12 دقيقه عشان لو عامله حجم كبير. بعد ما كورتهم بالشكل اللي انتوا شفتوهم بصوابعي كده، هضغط ضغطه بسيطه عشان تعمل شكل دائري. لو مش حابه تعملي الموضوع ده وتدخليه على طول دخليه، بس الافضل ليكي اعملي كده عشان مش ضامنه الشكل هيطلع عامل ازاي. بصوا حلو قوي. كنت في الاول انا بعمل كده واسيبه هو بيفرد لما بدخله جوه الفرن، بس انا ما ضفتش اللي هو البيكنج صودا، حطيت بس بيكنج باودر. ده شكله بصوا عامل ازاي. العجينه هوريكي قد ايه حلوه. دخلته الفرن على درجه حراره 180 12 دقيقه بيفضل. اخر صينيه قعدت معايا حوالي 10 دقايق. بصوا العجينه عامله ازاي، لا بتلزق في الايد ولا بتقطم ولا بتشقق ولا اي حاجه. عايزه اقول السكر مظبوط، الزبده مظبوطه، البيض، النكهه، ريحه الفانيليا حكايه. كنت عايزة أزود في نكهات تانية بس أنا اكتفيت بالطعم ده.
هايل يا جماعة، والله تبارك الله. آخر صينية بقى كانت جوه الفرن، فقلت إن أنا أصور معاكم ده، عشان كنت خلاص ولادي خارجين داخلين، هات يا ماما اديني يا ماما. عايزة أقول أنا عاملاه عشان المدرسة، ما عادش للمدرسة تبارك الله. مع إني يعني قلت أنا عاملة كمية كبيرة، بس اتفاجئت إن مفيش حاجة اسمها كمية كبيرة معايا في البيت، ما شاء الله. ووزعته بالطريقة دي. المرة الجاية بقى أنا هعمل أحجام صغيرة عشان يبقى كتير وبس. هو ده البسكوت بتاعنا. بصوا بقى شكله عامل ازاي، خفيف، التسوية حلوة قوي، اللون الذهبي الجميل. ممكن تفتحي اللون لو انت حابة، ممكن تعمليه زي، بس انا حبيت الدرجة دي. سألت ابني قال لي يعني اداله بوسة، وقال لي ايه تاني. فسألته ياخد كام من 10، قال لي لا مليون. وسألت التاني قال لي 20. في النهاية هو عجبهم. عايزة اقول دي حلوة قوي، خفيف مقرمش، طعم الكراميل جميل، طعم الفانيليا، كل حاجة مظبوطة، المقادير مظبوطة جدا. هقول المقادير سريعا دلوقتي عشان الناس اللي هتخش تاخد المقادير من الفيديو من غير ما تسمع الفيديو بقى، والحاجات اللي هي انتوا فاهمين الباقي. المقادير عندي 4 أكواب دقيق، 4 بيضات، كوب ونص من الزبدة، معلقة ونص من الفانيليا، معلقة ونص من البيكنج باودر، ذرة من الملح. دان، مفيش حاجة تاني. انجوي يا جماعة، دي كانت طريقتنا سهلة قوي، حلوة قوي قوي.